السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر، اللهم امين. بشكركم حبايب قلبي، كل اخواتي خارج مصر وداخل مصر، على راسي والله. بحبكم قوي، بشكركم، بحترمكم. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويجعلكم السند والعون بعد ربنا. بحبكم. حطوا اللايك بقى وتعالوا نتكلم عن 3 مواضيع النهارده. اول موضوع هنتكلم عليه اللايف بجد الكارثي اللي كانت عاملاه ام شروق. هنتكلم عن ياسمين وضني، هنتكلم على آلاء ومحمد حوارات وحمدي ووفاء. حطوا اللايك وهنتكلم اول موضوع عن اللايف اللي كانت عاملاه ام شروق. وشفنا كانت طبعا مقربه وشها جدا جدا هي وشروق من الكاميرا، لدرجه الناس قالوا لها بعدي وشك عن الكاميرا، وبرضه بقت تقرب. طبعا هو كان اول لايف ليها ده يا جماعه. شفنا ام جانا اختها دخلت عليها وقالت لها اول حاجه قالتها لها اللي هيجيب سيرتي هبهدله وما ترديش، وقالت لها ما ترديش على الكومنتات السلبيه. طبعا كانت بتنصح اختها بكذا حاجه، وقالت لها ما تعبريش حد وتجاهلي تجاهلي كل المشاكل يعني، او اي حد يكتب لك كومنتات سلبيه. طب ما تقولي لنفسك يا مجنى، يعني ما تقولي لنفسك، ده انت اكتر واحده معلش بتاذي الناس، اكتر واحده بتقفلي قنوات للناس، اكتر واحده بتدي انذارات ومخالفات وما عندكش يما ارحميني. انت يعني بتنصحي اختك، متهيألي انصحي نفسك انت الاول. هنيجي بقى للام شروق. بصراحه تعليق جالها وقال لها انت حاطه روج يعني في شفايفك، قالت لهم لا ده انا شفايفي حمرا كده. لا يا ام شروق، انت شكلك مدخنه وباين عليكي جدا، لان شفايفك مش حمرا كده، انت حاطه فعلا روج. شفايفك اساسا مزرقه كده او مسوده، فانت شكلك مدخنه يا ام شروق. ربنا يهديك لحالك يا رب. ده حاجه. الحاجه التانيه برضو في متابعه قالت لها يعني خلفي تاني او هاتي عيل تاني او كده. طبعا ردت عليها يا جماعه رد اقسم بالله انا كنت قاعده بسمع ومذهوله. احنا وصلنا للدرجه دي؟ قالت لها لا ده انا بنام في اوضه وجوزي بينام في اوضه. يعني ايه ده بقى؟ يعني انا ايه اللي بشوفه ده؟ يعني انت عايزه تقولي ايه بالبلدي كده؟ ايه انت بتنامي في اوضه وجوزك في اوضه؟ احنا يعني وصلنا لكده يا جماعه؟ يعني وصلنا بجد لكده؟ انت مش عارفه تعملي لايفات؟ ما تعمليش لايفات، ده انت قاعده قدام العالم كله بيسمعك. يا لا اله الا الله والله العظيم، هتودونا لفين بعد كده يا جماعه؟ في حاجه تاني برضو، انت قمتي في اللايف وهو شغال وقلتي انا قايمه يا جماعه اخش الحمام او اعمل حمام. يا نهار اسود ومنيل، استغفر الله العظيم، ده انتوا هتخرجونا يا جماعه عن شعورنا والله. سامحني يا رب والله العظيم. انت ازاي كده؟ ازاي بتقولي لهم انا قايمه اخش الحمام؟ دي حاجه. الواحد بجد مش عارف يقولك ايه يا ام شروق. ما تعمليش لايفات والله، ربنا يهديكي والله العظيم. شروق برضو قامت قالت لها هو انت داخله الحمام يا شروق؟ ما تطوليش في الحمام او ايه ده؟ يعني ايه يا جماعه ده؟ حقيقي بجد كسفتونا، خليتونا عرر والله العظيم. الكل دلوقتي بيقول علينا ايه ده المصريين اللي بيعملوه ده؟ ازاي انت الناس كلها سامعاكي وشايفاكي وبتقولي لهم انا داخله الحمام؟ داخله يعني هتعملي ايه في الحمام؟ ما هي معروفه. لا حول ولا قوه الا بالله. برضو ناس قالت لها ان كلمت شروق قالت لها انت شبه هنادي مهني، وانت مش عارفه شبه الهام شاهين. معلش هنقول الناس برضو ربنا يهديكم حتى لو هم شبه كده يعني. بصينا لقينا ام شروق وشها راح 100 لون. احنا مش احنا يعني المتابعين بتوعكم كمان هم فهموكي قوي، قالوا لك انت وشك اتقلب 100 لون، انت وشك اصفر وخضر وحمار، انت بتغيري من بنتك. وقالوا لك قبل كده انت في كذا فيديو قالوا لك انت بتغيري من شروق. ما شفناش كده يا جماعه. انتوا شايفين ان ام شروق شكل الهام شاهين؟ طيب وجوزها شبه مين يا جماعه؟ وشروق شبه هنادي مهني؟ طيب هنقول دي طفله في الاول وفي الاخر. في ناس برضو قالت لشروق انت يا شروق تخينه قوي، والرجاله او الشباب ما بتحبش البنت التخينه قوي كده. يا جماعه برضو هنرجع نقول ما تحرجوش البنت. دي طفله، العيب مش عليها، العيب على ابوها وامها.
المفروض دول اللي يهتموا بيها ويهتموا بصحتها ويهتموا باكلها. احنا بنشوفها وهي قاعده امها ما وراهاش الا كل يا شروق، كل يا شروق، عشان تظبط الفيديو وتجيب لها مشاهدات، لان احنا عارفين القناه دي شروق هي اللي مقوماها مش امها ولا ابوها اللي هو ما بيظهرش الا بدراعه بس. طيب انا مش عارفه اقول لكم ايه يا جماعه. استهدوا بالله كده، فضحتونا وكسفتونا وعرتونا، والله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم منكم لله. حطوا اللايك بقى كده ونتكلم على موضوع ياسمين وضني اللي هم مستمرين ان هي قاعده في شقه مامتها وهو قاعد برضو لوحده. هي عماله تنزل تشتري تعمل شوبينج وهو يعمل شوبينج. من امتى يا ضني وانت بتنزل تتسوق كده وتجيب حاجات؟ ياسمين من ساعه ما طلعت واخر مره وشرحت الموضوع عن موضوع الشركه طبعا كلكم عارفين. ضني برضو طلع واتكلم وقال انا ماليش الا ياسمين وكده، لكن هي عناديه. طيب انتوا هتفضلوا كده لامتى؟ يعني انا بس بفهم. انتوا خلاص يعني الموضوع بتاعكم احنا قلنا يا جماعه الموضوع ده فيك، لان ما يوصلش انكم تزعلوا من بعض عشان حاجه تافهه زي دي، عشان الشركه وطلعت مثلا ان هي ضحكت عليكم والكلام ده كله. خلاص انتوا عملتوا عمره وخلاص، يعني استعوضوا ربنا وقولوا خلاص الحمد لله على كده. انما عايزين تعملوا الترندات وتستمروا في الترندات. بجد انتوا حقيقي الواحد مش عارف يقول لك ايه يا ضني. انت وياسمين شفنا ضني برضو راح الشقه وكان بيجيب سم فران عشان يموت الفار. ظهرت معاه ام اميره في الفيديو، طبعا هو اتعمد بقى يظهرها عشان يغيظ ياسمين مثلا. الكومنتات كلها بهدلته، قالت له عيب عليك ازاي تطلع ام اميره، وبرضو بهدلوا ام اميره في كده. كانت ام ضني صراحه طالعه وقالت ان ام اميره دي يا جماعه ده هم راضعين مع بعض ودول اخوات، لكن برضو في الاول وفي الاخر يا ضني ما كانش ينفع ان انت تظهرها وتكلمها، وهي برضو اتكلمت معاك بطريقه كويسه وكده، لكن انت كنت متعمد عشان ياسمين طبعا تتضايق. ربنا يهدلكوا حالكم، ربنا يصلح ما بينكم لو كان الموضوع ده فعلا بجد. لكن انا كمنى بقول لا يا جماعه، الناس دي بتعمل الفيديوهات دي كلها فيك عشان الترندات والمشاهدات ويعلوا ريتش القنوات عندهم هما الاثنين. حطوا اللايك بقى يا حبايبي ونتكلم في اخر موضوع. نتكلم في موضوع حمدي ووفاء. طبعا احنا كنا شايفينهم وكانوا عاملين تحاليل وكده، وطلع الحمل بتاع وفاء ان هيطلع البيبي معوق يعني او في اعاقه، وخدت راي بنتها ندى. هم كانوا عايزين ينزلوه لكن بنتها قالت لها لا يا ماما انت هتجيبيه لنا وزي ما يجي وحمدين ربنا على كده يعني. وهي خدت براي ندى وان شاء الله يجي معافى يا رب اللهم امين. شفنا الاء ومحمد. كانت الاء كاتبه لها بصراحه على الانستجرام، كانت عامله ستوري وكانت بتواسيها ان برضو بتاخد بخاطرها يعني، وبتدعي لها ان ابنها يجي معافى اللهم امين يا رب. العيله بصراحه احنا شايفينهم يا جماعه المره دي او بقالهم فتره ملخبطين كده وفي حاجه بينهم، لان حسن خد شقه، وشفنا محمد والاء برضو واخدين شقه في الامارات بعد ما كان الدكاتره قالوا لها لازم تسيب الدكاتره اللي انت بتتعالجي هنا في مصر وروحي شوفي دكاتره تاني. شفنا ان الاء كانت حالتها متدهوره جدا لان هي عندها العصب السابع يا جماعه، واحنا قلنا قبل كده. المهم محمد خدها الامارات وكشف عليها وفي شويه فحوصات بقى ان شاء الله باذن الله، لان حالتها برضو متدهوره والتدهور وصل 90%، فربنا يسترها عليها ويشفيها ويشفي كل مريض يا رب. الاء مرات محمد حوارات، احنا البنت دي بصراحه اتظلمت من ساعه ما ولدت، وكان في زعل وعرفنا ان كان في زعل بينها وبين اهلها ومحمد جوزها. لكن في الاول وفي الاخر نقول ربنا يشفيها ويعافيها. الفحوصات ان شاء الله اول ما تطلع ويعرفوا النتيجه باذن الله هنطمنكم. ربنا يا رب يشفيكي يا الاء انت واللي زيك يا رب، ويخليكي لبنتك وتشوفيها احسن الناس. محمد حوارات بصراحه شايفينه مش مقصر معاها، بيعمل اللازم. هما برضو خدوا شقه في الامارات وفرشوها وبيصوروا فيديوهات منها. كل العيله بصراحه في لخبطه بينهم، ربنا يهدلهم حالهم يا رب.
بنقول لهم راجعوا حساباتكم. شوفوا الراجل ابو زياد اللي هو عاوز يشوف ولاده بقاله فتره طويله، عاوز يشوف ولاده، ربنا يا رب كده يهدي لكم حالكم، اللهم امين. بشكركم حبايب قلبي شكرا جزيلا. لو عجبكم الفيديو حطوا اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.